بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقف اليوم أمام هيئتكم الموقرة أستعصم بعد الله عز وجل بضمانتين أساسيتين. الضمانة الأولى ضمانة إجرائية دستورية قانونية مبناها القاعدة الأصولية التي تقضي بأنه لا يدير العدالة إفلات مكرم من العقاب بقدر ما يديرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق، وأن القضاء الجنائي يبنى على الجزم والقطع واليقين لا على الشك والتخمين. أما الضمانة الثانية سيد الرئيس هي ضمير ويقين القاضي الجنائي المرهف الذي لم تجعل محكمة النقد والمحاكم العليا رقيبا عليها سوى الله. أما عن دفاعي فإنني أطلب براءة المتهم الثاني تأسيسا على أولا بطلان القبض والتفتيش لإجرائه بالمخالفة لأحكام الدستور المصري والقانون وما استقرت عليه أحكام محكمة النقد. حاضر بطلان القبض والتفتيش لإجرائه بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون وما استقرت عليه أحكام محكمتنا العليا وقانون حقوق الإنسان الدولي. ثانيا بطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافية لحدوثه أو حصوله. ثالثا بطلان كافة الإجراءات التي تلت القبض الباطل. حاضر. بطلان كافة الإجراءات التي تلت القبض الباطل لكونها تلت القبض الباطل لكونها آثار مترتبة عليه بما في ذلك التحقيقات التي أجريت. كما نتمسك بالدفاع بمدنية النزاع وأن البلاغ قد قدم بسوء نية قبل الأوان من قبل المجني عليهما. عدم توافر أركان جريمة النصب بركنيها المادي والمعنوي. عدم جدية التحريات وكونها تحريات مكتبية مستمدة بالكامل من رواية المجني عليهما فقط. قصور التحقيقات التي أجريت بمعرفة النيابة. كيدية وتلفيق الاتهام. وأخيرا أن للواقعة صورة أخرى خلافا للصورة التي صورها المجني عليهما بالأوراق. سيدي الرئيس، حضرات السادة المستشارين، فيما يخص الدفع الأول ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بالمخالفة للدستور والقانون وأحكام القانون الدولي في واقعة فريدة نادرة لم تحدث في حياتي المهنية على الإطلاق طوال كل مدة عملي، انتهكت فيها الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة كل وكافة الضمانات اللي كفلها الدستور أبو القوانين والقانون. اتعلمت على ايد فقهاء القانون احكام حضراتكم، محكمتنا العليا، القانون الدولي، كل ده اتعلمنا ان في طريقين اتنين في حياتنا مفيش تالت ليهم لاجراء القبض، مفيش تالت. الاول معروف جدا التلبس، التاني لابد من استصدار اذن. طيب لو ما حصلش الكلام ده قبل ما اخوض في النقطة المهمة دي كان القبض باطلا ويترتب عليه بطلان كافة الآثار المترتبة على ذلك القبض.
بما في ذلك، ومش كلامي طبعا، كلام حضراتكم، أحكام العليا، شهادة مجريها نفسه، وكذلك التحقيقات التي تلت هذا القبض. إلا أن ذلك لم يحدث ويتحقق عندنا في القضية، إنما تحققت حاجة تانية خالص. تحققت في قضيتنا للأسف الضمانة المهدرة، الضمانات المهدرة، وليست للمتهمين فقط، دي ضمانة مهدرة للمجتمع لما في ذلك من فساد هقوله وانتهاك حقوق الإنسان. الدستور المصري في المادة 54 منه قرر على وجه الدقة، وطبعا حضراتكم عارفين أنا مش هقول النص، الحرية الشخصية حق مصون لا يمس بأي طريقة إلا في حالة التلبس. حالة التلبس موجودة في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، مش محتاج أتكلم فيها، زمايلي اتكلموا فيها. الثانية لا يجوز بقى، هنا بقى كلام، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو اقتياده أو إلا بموجب أمر قضائي تستوجبه التحقيق. الأمر القضائي هو له شروط، الشروط موضوعة حتى وإحنا بنترافع في قضايا المخدرات بالذات الإجرائية، بنشوف الإذن هل سبقه تحقيق سابق وسبقه تحريات أجريت وبشرط أن تكون جدية، فيجي السيد وكيل النيابة العامة وهو يصدر الإذن بيتشرط فيه طبقا للدستور، مش كلام حد أبو القوانين، اسم الشخص اللي هيتقبض عليه ومكانه ومسكنه وأوصافه والفترة الزمنية اللي بيكون فيها الإذن. فإن تجاوز مأمور الضبط القضائي ذلك أي من هذه الشروط كان الإذن صادر بناء على تحريات غير جدية، ويترتب على ذلك البطلان وتقضي المحكمة الجنائية في هذه الحالة بالبراءة. طيب، في سؤال أنا بستكمل زميلي اللي في البداية تحدث عن المتهم الأول، مين هم المجني عليهما دول؟ أنا نفسي أعرف اللي يقدروا يا ريس، ده كلام خطير جدا، اللي يقدروا يروحوا للإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة ويسردوا كلام فقط شفوي، يعني مجرد بيحكوا حكاية. لازم أوضح نقطة، لأني أنا على مدار سنين عمر إحنا ما كنا بنيجي نتقدم ببلاغ لمجني عليهم للإدارة العامة كانوا يقولوا لنا كلمة معروفة قوي، لازم تكونوا أكتر من 10 عشان تعملوها عندنا، ما ينفعش 1 ولا 2 ولا 3. ليه؟ لأن الواقعة في هذه الحالة ستكون عملية نصب بسيطة، بيتوجه على طول للاسم أو النقطة، أو زي ما زميلي قال الأخير إن هو بيرفع جنحة مباشرة. الحصل هنا حاجة غريبة جدا جدا جدا، إن يجي الضابط نفسه اللي أجرى التحريات يقول كلمتين في منتهى، يعني أنا نفسي بصراحة مش قادر أتصوره. أولا قال بمجرد أن ورد إلينا اتصال هاتفي من المبلغين، يا سلام، على طول تم الانتقال بإيه؟ بصحبة قوة لازمة، يا نهار اسود، إلى مكان تواجدهم وتم ضبطهم، ومش هتكلم، واصطحابهم، يعني قبض، يعني تفتيش. وده اللي حصل للمتهم الأول. ده الشعب المصري كله بيعاني من النجدة نفسها إنه يتصل. لا أنا مش قاصد، أنا قاصد اللي احنا حاضر. أنا عشان أروح أعمل كده ألاقي السيد تاني نفس السيد الضابط بيقول الآتي: الإدارة العامة تتحرك برفقة حملة. يعني الأول قال لك قوة لازمة، ودلوقتي حملة. لإيه؟ لاستبيان الأمر. يا سلام، تقوم بحملة لمجرد بلاغ شافه يوم 24
وقاعد 4 أيام حضرتك تقدر تعمل فيهم تحريات جدية، تروح حضرتك تسأل تستصدر إذن من النيابة إذا كانت تحرياتك جدية وترتقي إلى درجة استصدار الإذن، هنا أستطيع أن أنحني أمامك وتحطنا في موقف إحنا كدفاع ما نقدرش نطلع منه. أنت بتحقق عدالة وبتطبق أحكام القانون والدستور أبو القوانين. إذن اللي خلانا بنلجأ إلى قواتنا المسلحة العزيزة على قلوبنا ليه؟ لا ده أنا مهم جدا يا ريس، أنا لأن الموضوع ده فيه هذا التجاوز وهذا البطلان منصب على حاجة. ده النهارده إحنا صاحيين وامبارح على إن هناك الضبطية القضائية منحت للقوات المسلحة فوق راسنا. ليه؟ ما هو ده في سؤال، الدولة ليه وحت لكده؟ ما أنا قاصد كل كلمة بقولها. طيب ندخل في موضوع المجني عليهما من هما حتى يقوموا بتحرير محضر في الإدارة العامة. أوكي، إذن أنا بستشم على العموم رائحة سلطة. أوكي، سوء نية المجني عليهما وضحت أمس حتى أثناء حضرتك قبل ما انتقل لما قال كلمة، قال أنا ما كان ممكن ألجأ للطريق المدني، بس أنا حتى حضرتك ضحكت وقلت له ده أنت ناصح قوي يعني أو كذا يعني أنت جاي أيوه ما عشان ما يلجأش، عشان هو عارف ان هو في عقد واخفاه، لان تمام. على العموم كل ما يدعو الى الريبه والشكوك هو هذا القبض. طيب ترتب على هذا القبض واصطحابهم بطلان بقى الاثار. انا عايز اتكلم في بطلان الاثار، بطلان الاثار التي تلت القبض الباطل. وفي كده اتكلمت محكمتنا وغيرها عن عدم التعويل على أي أثر من الآثار المترتبة بما في ذلك التحقيقات التي تم إجرائها من النيابة العامة. وفي ذلك أيضا أنا مش بتكلم وهو سطر واحد بيقول في طعن مشهور جدا للنقض استقرت استقرارا تاما عليه إن مقتضى عدم التعويل في الحكم على أي دليل مستمد من القبض الباطل. أنتقل إلى الدفع الثاني وهو الأهم بالنسبة لي، مدنية النزاع. الواقعة هي مدنية النزاع، هقول 3 دفوع في واحد عشان خاطر الوقت. مدنية النزاع والتقدم بالإبلاغ بسوء نية قبل الأوان، وأن للواقعة صورة أخرى خلاف الصورة التي صورها المجني عليهما وما جاءت بالأوراق. بداية هو في سؤال بديهي، هو العقد بشريعة المتعاقدين ده في القانون المدني وإن ضمن عقده. قبل ما أتطرق إليه في تساؤل مهم جدا عايز أعرفه، ليه المجني عليه اللي اسمه مراد قعد ساعة بيتكلم ما جابش سيرة العقد؟ ليه ما اتكلمش ان في عقد موقعه قدام النيابة العامة؟ عمال بتحكي حكاية ومش راضي تتكلم على دي غير لما انا اثرتها في السؤال بتاعه. ليه ما انتظرتش حتى يجيء الاجل المحدد في العقد؟ وايه ورا الكلام ده؟ العقد إذا كان شريعة المتعاقدين وأنا دفعت فعلا بمدنية النزاع، ففي هناك أمر هام جدا إن محكمة النقض عولت على حتى يكون في جريمة نصب، ويبقى كده لابد أن يكون المدعي على علم بظروف التعاقد. مش كده وبس، أنا يمكن بعد إذنك طبعا ده احنا تقدمناه اللي اتقدم في النيابة العامة أمس، بس يمكن هنا هو حضرتك اللي امبارح ما قدرتش انا اقدمه اذا سمحت لي اذا اتقدم قدام النيابه العامه النيابه العسكريه وقدم. انا شرحته، انا مش شايف ثغره واحده اتقالت الا ما ذكرت فيها بما فيها ان تنفيذ الالتزام يحل بنهايه شهر 12. معنى الكلام لو تلاحظ معالي الرئيس ان هناك مراحل، انا عارف في مراحل وفي بنود اتفاقيه لاحقه مش انا اللي قدمتها، هو بإيده اللي قدمها قدام النيابة العسكرية، مؤداها أمور كتيرة جدا حتى وده الأهم في كل الكلام ده اللي هو الأخير. قال في حالة الإخلال بتنفيذ العقود والتأخير بيمد شهر لبداية 1 اللي احنا فيه ده كفترة سماح. بعدها أهو الطريق حدها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لرد واستلام المبالغ بالإضافة إلى 1 مليون جنيه إضافة غرامية. أنت حددت كده حضرتك كل الموضوع. لما أنا أجي الكلام ده مش أنا اللي قلته، ده كمان هو أثبت في أدلة الثبوت قدام النيابة العامة.
في الحته اللي انا حسيت فيها زميلي الاستاذ حسين يترافع عشان ما نطولش ونعمل حاجات مع بعض، انا بحاول اتكلم فيما يخص الجريمه نفسها. عدم توافر اركان جريمه النصب بركنيها المادي والمعنوي في حق المتهم. وانا يمكن هما الاثنين في التمام، بس زميلي في المتهم التاني هيتكلم. انا عايز اتكلم في نقطه قبل ما اتكلم عن الاحتيال والنقط. انا عايز افرق ما بين امرين يا ريس مهمين جدا عشان ما يحصلش خلط: التدليس المدني والتدليس الجنائي. فيما يخص التعاقد فهناك تدليس مدني، فيما يخص جريمه النصب اللي هي تتعلق بالتدليس الجنائي في عامل مشترك بينهم الاثنين: الكذب. فيما يخص التدليس المدني يكفي الكذب فقط لتحققه. أما فيما يخص التدليس الجنائي أو الآخر الجنائي فهو يتطلب كذب زائد مظاهر خارجية بتؤكد وتدعم هذا الأمر بأمور إيجابية يبذل فيها الجاني بكل قوة وبكل ما أوتي من قوة وبكل الوسائل المتاحة أمور تسلب المجني عليه على الاعتقاد بصحتها فيديله الفلوس. عشان كده في الواقعة بتاعتنا حصل العكس. في واحد استبعد لانه تم للاسف، ومش عايز اقول هو زميل محامي للاسف، حسام البساطي، للاسف مش عايز اتكلم كتير، انما في علامات استفهام وتعجب من المجني عليهم نفسهم. اولا يعني واحد عرفكم بالراجل المتهم بتاعي اللي هو واحد وليد مجاب سيد حسن ولا المتهم الاولاني خالص، هو بيقول له في واحد عندي بيشتغل معايا في الشركه اللي بتاعت المقاولات بقالي 10 سنين، الراجل ده شاطر قوي، زكاه، ومش كده وبس، قال له ده بيخلص وعامل كل حاجه واحنا بنعتمد عليه، شكرا جزيلا. جه المجني عليه التاني اللي احمد، راح اتصل هو من غير تدخل من المتهم نهائيا، لا قال له ولا غيره. واحنا كنا بنطلع في البرامج او بندي دروس نقول ان المشعوذ لو واحد جاله قال له خففني وبس وخد فلوس، الراجل ما عملش حاجه براء. اذا كان قال له حط ايده على دماغه وقرا له، هنا استعمل وسائل من احتياليه. انا هنا قاعد في حالي جالي تليفون بتزكيه من واحد، سبحان الله، بدل ما ينزل متهم اصبح شاهد بيقول على المتهم بتاعي ان هو عليه احكام. يا سلام، ايه التغاير، ويجي يستشهد بيه في النيابه، جايب كل يعني المجني عليه مش حرك الاداره العامه للمكافحه بس، ده سخر كل الناس اللي عنده، ومش كده وبس، وخلاهم كمان ياخدوا شيكات ويهربوا كمان، وقعد يقول انا بخطط. طب انت كل القصه دي غيرتها ليه؟ لازم في سبب افهمه، في حاجه. ارجع لزميلي العزيزين وهما بيتكلموا، ايه سبب كده؟ الراجل ده بيقول لك انا حاطط كل حاجه هستلمها على الشباك، رخصه جاهزه، والتاني قال لي انا سلمت كل الاوراق، مش هعيد الكلام. يبقى في حاجه ثانيه. انا عارف الحاجه الثانيه، هو عايز يتنصل من الالتزامه، والدليل على كده يا ريس لو نلاحظ ان المتهم التاني ما عملش حاجه خالص، ده عمل كل الواجب وزياده، بمعنى حقق له كل طلباته بضمانات. اولا عمل له عقد، واثنين وبنود عرضتها على حضرتك دلوقتي بالكامل اتفقوا عليها وهو اللي قالها. ثلاثه الاهم، اما قال له اكتب لي شيكات، قال له حاضر، شيكات بنكيه، والشيك البنكي طبعا انت فاهم حضرتك، كتب له شيكات، الشيكات ديت اترفع بيها قضيه واتحكم فيها غيابيا، هو ما يعرفش الا دلوقتي وانا بقول اتحكم غيابي باسم الراجل اللي قال لك طفش، محكوم عليه حكم غيابي بالحبس. تمام. وانا عشان كده ثبت له في محضر الجلسه عشان اخد صوره ان شاء الله بتصريح من المحكمه، عشان اقدر اقاضي الشخص ده اللي هم اللي عاملين الاحتيال وهم عاملين سوء النيه، والمجني عليهم هم اللي انا بتهمهم اصلا بسوء النيه والتآمر ضد المتهمين الابرياء. وهقول لحضرتك انا لازم انقل الكلام ده بالنسبه انا اوجه على متهم، انما انا اوجه على المتهمين الثلاثه ما عملوش اي حاجه مخالفه على فكره، ده حتى الاداره اللي هم اللجنه الهندسيه. وهنا انا دفعت الدفع اللي انا بقول كسور التحقيقات النيابه، كنت اعي واقصد ذلك لاني انا كنت اتمنى ان النيابه تجيبهم. في حد نزل؟ ما فيش حد نزل.
الكلام اللي عمالين بيقولوا كلام متغير. امبارح المشاهد التاني احمد وهو بيتكلم اتكلم على منطقه الوقت. معلش يا ريس، اتكلم على منطقه الوقت وقال انا عرفتهم 2-1 والكلام بتاعه 10 ايام. معلش يا ريس. اتكلم في نقطه مهمه جدا جدا على موضوع الوقت يا ريس. انا مش قاصد ان انا اعيد كلام على فكره، ده انا عايز ادلل نقطه في منتهى الاهميه وغايه في الاهميه. انا واحد قعدت شهرين وقال لك انا مبتكون بشهرين. طب الشهرين الاولين ما كانوش اسبوع زي ما هو قال. هو انا همسك الكلام اللي مكتوب في النيابه العامه وقال ان قعد شهرين. طب شهرين انت شفت ان المتهم الثاني بتاعي ما قامش بالموضوع بتاعه. انت بتقول لي قدام امبارح قال اسبوع على 10 ايام، اذا انت لم تتحقق. طب انت بلغت مراد وكمان ايه يا ريس؟ ده هو بيبلغ يعني الاتفاق بينهما بسوء النيه، يقول لك انا وصلتهم ببعض وسبتهم في القعده ومشيت. يعني ما حضرش الاتفاق عشان خاطر كل واحد فيهم يبقى له مركز مختلف قانوني عن الاخر عشان يقدروا هما الاثنين. انا دلت لما سالت امبارح احمد الشاهد الثاني قلت له انا مش قادر اربطه بالعقد، انا عايز اشوف هل المتهم الثاني عطاك الضمانه اللي الشيك مقابله فلوس. يعني انا معايا 2 مليون جنيه موجودين اللي انت بتقول عليه و300,000 موجودين معاك، اذا انت حقك عندك. مش كده وبس، وفي عقد مدني برضو عندك. اذا انا دلوقتي مش عايز يعني اطيل في المنطقه ديت، غير ان عنصر الاحتيال ما هو عدم استعمال الطرق الاحتياليه يعني ما فيهوش كلام يعني في هذا الموضوع. طيب انا قلت استبعاد حسام البساطي هو له علامه تعجب، وايضا استبعاد الرائد اللي هم حطوه يا عيني في الموضوع وحاولوا ان هم يدبسوه، لان كل واحد بيخش يقول كلمه بقى مشترك في جريمه. مش كده يعني هو ناقص انا لو انا اترفعت دلوقتي ان انا الاقي فيه اتهام يقولوا لي ان انا مشترك معاهم، ده هو اللي ناقص. سوء النيه واضحه جدا جدا والموضوع ماشي كله وراء. طب ايه اللي خلاه يا ريس يغير وجهه نظره؟ دي اخر يمكن حاجه هتكلم فيها عشان اسيب زميلي يتكلم. سوء الظن اللي هو اللي احنا بنقول عليه هو سيء الظن ليه المجني عليه مراد بالذات، هما الاثنين بس انا هتكلم فيه. انا دلوقتي قدامي مهله زمنيه موجوده وفي شيكات استلمتها وفي كل حاجه الضمانات، ولسه انا في شهر 8 والالتزام هينتهي في شهر 12. ايه اللي خلاك؟ فبدا يزعم ان هو نما الى علمه ان في راجل لواء. طب انا بقى في نقطه مهمه قوي في استعمال الطرق الاحتياليه بقى، عشان دي اللي انا هنهي بيها. الطرق الاحتياليه، هل كلمه صفه اللواء لها هي اللي خلتني رحت دفعت الفلوس دي؟ ده اهم نقطه عندي. لا، والدليل على كده هم ما كانوش يعرفوه، ده هم جايين لوليد بس المتهم بتاعي ما يعرفوش، ده التزكيه من الناس اشتغلت معاه. اذا انت رايح تدي الفلوس طواعيه بعد ما انت قعدت معاه وكلمته اتفضل، فالراجل حب يدخل مجموعه تشتغل معاك وتعمل الموضوع معاك. ايه اللي غيرك؟ اصل عرفت ان هو بيقولوا له لواء. ده انا بقول ساعات تقديرا واحتراما زي ما زميلي قال، ده احنا بنتكلم نقول فخامه، سعادتك، سموك، سيادتك. طب ماشي، افتراضا ان احنا بجلنا المتهم الاول وقلنا لك يا سيدي انه لواء، انت جاي لنا وجاي لنا وعطيتني فلوس، استعمال الطرق الاحتياليه فيه. اذا انا اصلا اخدت الفلوس اشتغلت، اللي انا بس عشان الخطه الاخيره، انا ما استعملتش طرق احتياليه كمتهم تاني عشان اخد الفلوس، لا، دي انت جيت لي طلبت مني وعطيتني وسلمتني واتفقت معايا وبعد كده كملت. حته بقى اللي انت عايز تخليني ان انا في عصابه وتشكيل عصابي وتدخلني نص ده لواء وتبتدي تتنصل من التزاماتك المفروضه علينا عشان خاطر تحصل على هذا الموضوع. يعني انا شايف ان هذا الامر لا يرتقي الى درجه الجنايه.